فجلست بالرصيف واستسلمت للامر. قد شكل اليوم بنام بالشارع رغم ان عادة كانت الساعه 5 العصر. نصيحه شخصيه: خلوا سمسار خلق لكم الجواز الا لو شي تشوفوا. طيب جهزت شنطك، لميت فلوسك، مستعد انك الان تنطلق لاكبر مغامره في حياتك. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. طيب السلام عليكم، مرحبا بكم يا جماعة في سلسلة السفر الجديدة، وبتكون باسم دليل المغترب اليمني. واستوحيت دي السلسلة بسبب صعوبة المواطن اليمني بتجربة واحدة من أحسن تجارب الحياة، وهي السفر بسبب لعنة مجهولة الهوية. واختبرت الأمر بنفسي لما سافرت من اليمن لمصر. بالرغم أني كنت أسأل وأبحث لمدة شهور طويلة ما كنت أحصل إجابات محددة، وبالنهاية عانيت من مصاعب كثيرة صعبت لي تجربة الاستمتاع بالسفر. في هذه السلسلة بكون أناقش كل شيء إن شاء الله، من سعر التذاكر وصرف الفيز وكيفية دخولك للبلد اللي أنت تحب تروحه، إلى تكاليف السياحة أو حتى بشكل عام تكاليف الحياة هناك إذا كنت تحب تنقل حياتك إلى هناك بالكامل. وأهم حاجة أفضل الأماكن اللي لازم تزورها على الأقل من وجهة نظري. وأول حلقة بتكون عن تجربتي للسفر إلى مصر، أو على الأقل الأيام الثلاث الأولى، وكيف ممكن أنت تعمل لو كنت مسافر مصر. بينقسم الفيديو إلى جزئين: أساسيات قبل السفر وأساسيات بعد السفر. ونبدأ بأول وأهم حاجة وأسوأ حاجة، وهي الجواز اليمني. كنتم عارفين ليش أسوأ حاجة؟ حاليا على حسب معرفتي تقدر تخرج جواز السفر في عدن أو تعز بحدود 10,000 إلى 30,000 ريال يمني، والمدة تكون ما بين أسبوعين إلى شهرين. ويعتمد السعر والسرعة على سهولة المعاملات. كمثال أنا انولدت في الهند، وده الأمر صعب المعاملات جدا. خرج الجواز ب25,000 ريال خلال فترة شهرين كامل. وكمان تقليب البيت فوق 10 مرات، لأن كنت أحاول أحصل جواز أمي القديم لأنه أنا كنت مطروح فيه لما دخلت اليمن. فالهجرة والجوازات طلبوا مني ده الجواز لأنهم كانوا يحتاجوا دليل على كيفية دخولي للبلاد. نصيحة شخصية: خلوا سمسار خلق لكم الجواز إلا لو شي تشوفوا. بتعز على حسب زوجتي لأن خرجت جوازين بنفس الشهر، لأنه الأول ضاع عليهم. كلفه الجواز الواحد 5,000 ريال فقط، ومتابعة تقريبا ما بين 3 إلى 4 ساعات في الهجرة والجوازات، وكانت يعني معاملات بسيطة على قولته. والمدة كانت حدود أسبوع إلى 10 أيام بالكثير. تاني حاجة مهمة وهي التذاكر. للأسف سعر التذاكر أبدا مش ثابت عندنا، فالسعر اللي أنا بقول لكم ممكن يختلف بعد شهر أو حتى بعد أسبوع من الآن. حاليا التذاكر تكلف 247,000 ريال يمني، إذا صرفت بالدولار بتخرج لك قريب ال 500 دولار. وسمعت إنه فترات طلع سعر التذكرة لحدود 900 دولار. والتذكرة طبعا بتكون ذهاب وإياب، ما أعتقدش إنهم بيسمحوا لك إنك تقطع ذهاب فقط. أنا مش عارف إنه لو كان ده لليمنيين فقط أو للعالم كله، بس يمكن يمنعوا الذهاب فقط لأنه بيحسبوك. إلا طبعا لو كان عندك إقامة بيسمحوا لك إنك تقطع ذهاب فقط. مدة إيجاد حجز التذاكر في اليمن هي الأسوأ. في الشتاء تضطر تنتظر ما بين أسبوعين إلى شهر كامل، أما بالصيف يكون شهر ونص على الأقل، وقد تنتظر أحيانا 3 شهور ونص. ونكمل لثالث شيء من أساسيات قبل السفر، وهو التقرير الطبي. والتقرير الطبي ده يعتبر فيزتك لدخول مصر، لأنه ما أعتقدش إنه في فيزا لدخول اليمنيين في مصر، أو ما فيش على حسب علمي. موضوعه سعره سهل، يكلف التقرير الطبي تقريبا 15 إلى 20,000 ريال، وأي سمسار يقدر يخرجه لك بيوم واحد، أسبوع بالكثير، بس أنا خرجه كان بيوم واحد. والأطفال تحت 14 أو 16 سنة والكبار فوق 50 سنة يقدروا يدخلوا مصر بدون تأشيرة، بدون تقرير طبي، بدون أي حاجة. طيب جهزت شنطك، لميت فلوسك، مستعد انك الان تنطلق لاكبر مغامره في حياتك، وتوصل للمطار الحمد لله. وعلى اساس انك بتخرج من المطار وبتشم هواء الحريه بتسمع تاكسي يا باشا. ده هو اول صوت بتسمعه بحريتك. تاكسي يا باشا. ثاني صوت تاكسي يا باشا. وثالث صوت. تاكسي يا باشا.
طيب خلاص فهمنا رابع وخامس سادس. خلاص الموضوع انه ما فيش حاجه اسمها هواء الحريه، في بس تاكسي يا باشا، تاكسي يا باشا. وانا كنصيحتي الشخصيه لا تطلعش معاهم ابدا. انك ذكرت انك اول ما وصلت المطار قربت حريتين ثانيتين، وهم النت بالتليفون والنت السريع. وتحمل تطبيقين اوبر وكريم ياخذك الامر بس 10 ثواني. وتشغل الجي بي اس وتفتح اي تطبيق من التطبيقين وتحدد وجهتك، وغالبا ما تكون الدقي. طبعا انت حر تاخذ تاكسي او اوبر، بس دي نصيحتي الشخصيه، لا تاخذ اي تاكسي في اي مطار بالعالم، لانه غالبا سعره يكون 5 إلى 10 اضعاف. فلو كنت مثلا بتروح من المطار الى وسط البلد، التاكسي بياخذك ب 500 جنيه يمكن او 400 جنيه، لكن لو اخذت لك اوبر ممكن ياخذ 80 جنيه 100 جنيه بالكثير. وانا وصلت الحمد لله لوسط البلد على اساس انه في هناك فندق ينزلوا فيه بكل اليمنيين، وطلع مليان. فجلست اسحب شنط الثلاث من فندق لفندق لفندق لمده 3 ساعات. طبعا ما قدرتش اشوف تاكسي لانه كله فندق جنب بعض. فجلست بالرصيف واستسلمت الامر، قد شكل اليوم بنام بالشارع رغم انه عادي كانت الساعه 5 العصر. بس نسيت اني قربت حريه النت السريع بالتليفون. طبعا بزيت نفسي وجلست بقرب كافيه، طلبت لي واحد شاي، فتحت لي النت وجلست ابحث على فنادق بسعر متوسط، وكان تقريبا حد ذاك اليوم 300 جنيه باليوم الواحد. حصلت فنادق الحمد لله وجلست اتصل فيه بهم واحد واحد علشان الحجوزات. وسابع فندق اتصلت فيه كان في عنده غرفه وحده بس. شغلت الجي بي اس بتليفوني وطلبت اوبر، وقال لي الاوبر لما باب الكافيه ووصلنا لما باب الفندق. والامر خلانا احس ان انا حمرنا جلست احبب شنطتي تقريبا لمده 3 ساعات بدل ما عمل ده. طبعا ما دام انا جلست اسحب شنطتي لمده 3 ساعات ومثل اي مسافر تعبان كنت خلاص جيعان وهلكان. قلت الان لازم اخرج وادور لي مطعم زي الناس انه ما يجيش اوصل مصر واكل لي اكل اي كلام. بس الحمد لله الريسبشنست اللي بالفندق قال لي ليش ما تحملش تطبيق اسمه اطلب، وتختار تقريبا من حدود مئات المطاعم اللي موجوده جنبك، كلهم بيوصلوا لعندك ب 10 جنيه بس. وكذا نكون حلينا ثالث حاجه من الاساسيات بعد السفر، وهي الاكل. بعض الناس يهمهم مكان يناموا فيه بول مواصلات، انا مش همي ده، انا همي الاكل. معلومه مهمه، اليوم الثاني تكتب بالجوجل مابز الهجره والجوازات وتنطلق هناك عشان تختم جوازك بختم اقامه 6 اشهر. حاول انك ما تتاخر اكثر من اسبوع، لانه بعد اسبوع يتم احتساب غرامات. طبعا الختم سهل وبسيط، محتاج اي فلوس واي طوابير. تروح الشباك يختم لك تخرج. وهنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه الاولى من دليل المغترب اليمني، وحاولت ان اخلي الفيديو مختصر وشامل باكبر قدر ممكن. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتنشروا الفيديو عشان تعمل فائده بكل مكان. واذا كان في حاجات غلط فيها او كانت ناقصه اكتبوها في التعليقات، وانا بعمل للتعليق تثبيت علشان الكل يقدر يشوفه ويستفيد كمان. واشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني.